بالبداية هنا أنا عندي المواد، حبيت أشوفكم المواد قبل لا يعني أبدي أحضرها. هاي المواد اللي راح أحضر بيها كباب اليوم طيب الاقتصادي، تقدرون انتم تضاعفونها وتقدرون أو تزيدون المقادير أو تقللون المقادير، وأيضا إن شاء الله راح أذكرها لكم أنا بصندوق الوصف. عندي هنا أنا 3 حبات من الكوسة أو الشجر، إحنا نسميه بالعراق شجر. عندي طماطيات 2، عندي تقريبا ربع حزمة من الكرفس أو ربع باقي. أيضا عندي هنا 3 بصلات أو 3 حبات بصل صغار، إذا عندكم متوسطات خلوا 2 على هاي المقادير، أو يعني بصلاية كبيرة خلوا وحدة. أيضا عندي هنا البقسم اللي أنا محضرته بالبيت من بواقي الصمون، يعني إذا حابين تتعلمون الطريقة وذكرتها لكم أنا بأكثر من فيديو، موجود الفيديو على قناتي. موجود عندكم مشترينه جاهز، هذا الشيء حسب رغبتكم. وأكيد المكون الأساسي هو الطحين. كمية الطحين بنات أنا ما أعطيكم يعني قياس ثابت، لأن احتمال أنتم تزيدون كمية الخضار تقللونها، فيعني بالبداية إلى على هاي المقادير خلوا يمكم قلاص أو كوب، ضيفوا نص من تخلطون المواد واعجنوا. بعدها إذا احتاجيتوا ضيفوا النص الثاني. إذا عجنتوا وخذيتوا الكوب كله أو القلاص كله واحتاجيتوا بعد، ضيفوا ملعقة ورا ملعقة. التوابل اللي راح أضيفها عندي ملعقة كاملة، أقصد يعني ملعقة الكوب من الكركم، ملعقة كاملة ملعقة الكوب من البهار مشكل أو 7 بهارات، ربع ملعقة فلفل أسود مطحون، عندي ملعقة كوب ملح، وراح أخذ تقريبا أقل من ربع ملعقة الكوب بيكنج باودر، عفوا بيكنج باودر. هسه أنا اللي كخطوة أولى راح هاي المواد كلها الخضروات الكوسة أو الشجر أغسله، أقشره وأغسله، والطماطة أغسلها، البصل أقشره وأغسله، وأيضا حبة فلفل وحدة بارد. حابين تضيفون الفلفل بارد ضيفوا، حابين ما تضيفون حسب رغبتكم، حابين تغيرون فلفل حار حسب رغبتكم. بالنسبة للبصل على الطماطة على الفلفل والكرفس راح أترمهن بإيدي يعني بالسكين. أما الكوسة أو الشجر فراح أبرشها من أقشرها وأغسلها، أبرشها بالحافات الخشنة مو الناعمة الخشنة. أكمل هاي الخضار كلها وأرجع لكم. هسه هنا ترمت كل الخضروات، الفلفل، الطماطة، الكرفس، البصل، ما عدا الشجر أو الكوسة. برشته مثل ما قلت لكم بواسطة الحافات الخشنة، بس حبيت أشوفكم يعني من قشرته مو كل شلت القشر مالته، يعني من نقشره بالسكين مو نقشر بهاي الطريقة، لا بهالطريقة، يعني نلزم السكين بهالطريقة، يعني أقصد مو قشرة يعني مثل ما نريد نسوي المرقة، لا بهالطريقة، بحيث نشيل القشرة الخفيفة وهذا الأخضر يبقى. فبرشت الباقيات، هسه راح أبرش هاي البقت، حبيت أشوفكم بس الطريقة مال التقشير بواسطة الحافات الخشنة وأرجع لكم. فبرشت هاي شوفتكم إياها بس يا بنات نصها، ليش؟ لأن أنا الكوسة أو الشجر شفتون حجمهن كبير، أنتم إذا وسط سووا 2، فعفتها يعني حبتين من الكوسة أو الشجر. هسه راح أضيف لها التوابل اللي ذكرتها، اللي هي راح أقول لكم إياها مرة ثانية. ملعقة كوب كركم، ملعقة كوب 7 بهارات أو بهار مشكل، ملعقة كوب ملح، والملح مقاديره حسب رغبتكم، وربع ملعقة فلفل أسود، وأيضا الفلفل الأسود حسب رغبتكم. أضيفا أقل من ربع ملعقة الكوب بيكنج باودر، وأخلط المواد. وهسه مثل ما تشوفون حولت الخضار بهالكاسة هاي الكبيرة، لأن أنا مسوية قلت لكم يعني حبتين كبار شفتوهن ونص من الشجر. فكل المقادير راح أذكرها لكم إن شاء الله بصندوق الوصف. حركة التوابل جانستها ويا الخضار. هسه راح أضيفا 3 ملاعق كبار من البقسم اللي أنا محضرته من بواقي الصمون. إذا حابين تتعلمون الطريقة مثل ما قلت لكم موجود الفيديو على القناة. وضفت 3 ملاعق من البقسم. هسه راح أضيف الطحين، بس ما أضيفه مرة واحدة، لا أضيفا أول شي نص الكوب أو نص القلاص وأعجن. شفت روحي أحتاج بعد أضيف النص الثاني، كملت الكوب أو القلاص وشفت يعني بعد أحتاج هم أضيف ملعقة ورا ملعقة، وأنا ما ضايفة ولا قطرة ماء لحد الآن. ومثل ما قلت لكم ضفت أول كمية من الطحين وعجنت، وضفت الكمية الثانية. بنات هسه مو قلت لكم الطحين ما أعطيكم قياس مضبوط، لأن حسب كمية الخضار. فهاي الكباب، كباب الخضار أو كباب الكوسة أو الشجر ما نحتاج لأي مي، يعني من عجنة هي نفسها الخضروات اللي ترمناها تنزل السوائل المي بها. المهم ضفت 3 ملاعق كبار ملعقة طعام من البقسم، وضفت وجانستها ويا الخضار. بعدها ضفت
نص كوب من الطحين وعجن. شفت بعد احتاج نص فضفت النص الثاني. ايضا من كملت الكوب الكامل شفت بعد احتاج طحين فخليت الطحين يمي. هسه راح اضيفه. شوفوا بنات هاي ملعقة مليانة من الطحين وهاي ملعقتين واعجن. اشوف احتاجيت بعد طحين خلاص، بس انا يعني كقياس بس احتاجيت الملعقتين ذني، يعني كوب او قلاص والملعقتين. ومثل ما شوفتكم ضفت الملعقتين وعجنت. هسه العجينة صارت عندي اوكي ومضبوطة. فراسا راح ننتقل للطباخ حتى نقلي كبابنا الطيب الاقتصادي الغير مكلف. خليكم وياي. هنا أنا خليت الطاوة على الطباخ وخليت طبعا نار عالية اعتيادية وخليت بيها كمية وفيرة من الزيت وخليت الزيت سخن تماما. أكيد يعني هاي الشيء معروف. راح نخلي يمنا كاسة صغيرة بها مي على مود نبلل إيدنا. نخلي الزيت يسخن تماما ونبدأ نشكل قطع الكباب. صدقوني يعني طريقة مثل ما نقولون بسيطة سهلة، ما تاخذ منكم وقت لا مجهود لا تعب. مواد بسيطة، وجبة عشاء كلش طيبة وأيضا تنفع وجبة فطور صباحي. التشكيل راح يكون حسب رغبتكم، أقراص اسطوانات حسب، يعني أقصد على شكل اسطواني حسب رغبتكم. فهسه راح أخلي الزيت يسخن، النار على اعتيادية وأبدأ أشكل كبابنا الطيب. ومن بعد ما خليت الزيت سخن تماما عندي بديت أشكل بالكباب. بنات حسب الرغبة تبون يعني أقراص تكبرونهن زقرونهن حسب رغبتكم. فالتشكيل راح تكون حسب رغبتكم. أهم شيء تخلون الزيت وفير وتخلونه يسخن بالبداية كلش على مود شنو الكباب يعني قطع الكباب بسرعة تستوي، تكسر أو تقرمش من الخارج وتستوي من الداخل. وأبد لا تقلبونها على الجهة الثانية لما نشوفون الأطراف خذت لون حلو. وإذا حابين يعني تستخدمون طاوة كبيرة فاعتيادي ما راح تخلون 3 حسب حجم الطاوة اللي عندكم. وهنا مثل ما تشوفون عفوا من بعد ما استوى إلا قلبتهن على الجهة الثانية. بنات هي صح يعني وجبة مثل ما يقولون اقتصادية، لكن بس يعني الإنسان هم لازم شوية يغير. للممنوعين من اللحم، يعني للناس عفوا النباتيين ما يحبون اللحم، وجبة سريعة التحضير موادها غير مكلفة. ومثل ما قلت لكم يعني هي تنفع وجبة عشاء، تنفع وجبة فطور صباحي. شوفوا بنات التشكيل حسب رغبتكم، يعني تسوونهن أقراص دوائر بهالشكل. إذا عندكم طاوة كبيرة تقدرون تزيدون مثل بدل ما تخلون 3 تخلون مثل على سبيل المثال 5 أو 4، فهذا الشيء حسب رغبتكم. لكن بكل الأحوال حتى لو الطاوة مالتكم شوية كبيرة لا تكثرون على مود يبقى الزيت محافظ على السخونة مالته، لأن إذا كثرنا راح يبرد الزيت وراح الكباب ما يتقرمش. وعلى مود لا يطول عليكم الفيديو كملت الوجبة، يعني الكمية كلها عندي بقت عندي هاي الوجبة ما شاء الله صارت كمية كلش وفيرة. شوف بنات وما تقلبونها على الجهة الثانية إلا تاخذ لون الجهة الأولى. أكمل كل الكمية اللي عندي وأخليها بصحن التقديم وأشوفكم شكلها النهائي. وهذا كبابنا الطيب الاقتصادي. طبعا أقرب لكم اللون مالته ذهبي ومقرمش، طبعا تقديم حسب رغبتكم. أنا شرايح الليمون، قطع من الفلفل البارد، قطع الطماطة حسب رغبتكم. حابين تقدمون وياه مثلا فلفل حار، يعني حسب رغبتكم. صدقوني وجبة عشاء ولا أروع. ومثل ما قلت لكم التقديم حسب رغبتكم. هاي الكم حبة شجر أو كوسة طلعت لي هاي الكمية خير من الله، والحمد لله والشكر على النعمة. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. طبعا بنات الكباب لونه ذهبي على يعني هسه أحاول أقرب لكم بس بعده حار. شوفوا بنات هذا يكون شكله، شوفوا من بعيد مقرمش من الخارج ومستوي من الداخل وفتشي طعمه رهيب. صدقوني وجبة عشاء اقتصادية مواتها غير مكلفة. شوفوا هسه هاي يعني أنا شوي لأن باردة هاي أقدر شوفوها لا معجنة مقرمشة من الخارج عفوا ومستوية من الداخل وطعمها فتشي روعة. لأن أنا فتحت لكم واحدة وراح أفتح لكم الثانية، لأن كثير من البنات من أسوي كباب الفيديو السابق سويت كباب الخضروات قالوا حسين ليش ما يعني تراولنا شكلها من الداخل. صدقوني لأن حارة. شوفوا بنات شكلها من الداخل مستوية ومن الخارج مقرمشة وطعمها فتشي روعة. طبعا مقرمشة من الخارج وشكلها روعة، وشوفتكم شكلها من الداخل مستوية. وجبة عشاء اقتصادية سريعة التحضير موادها غير مكلفة للناس النباتيين للناس الممنوعين من اللحم، وتنفع أيضا وجبة إفطار صباحي.
إن شاء الله تجربون، أتمنى طبعا أكيد تجربون هاي الوصفة، وعلى قلوبكم بألف صحة وعافية. أشكر دائما تواجدكم بقناتي، وأشكركم دائما على متابعتكم الفيديوهات ومشاهدتها، وأشكركم دائما على تعليقاتكم الحلوة. رب إن شاء الله ما يحرمني منكم. أشوفكم بفيديو ثاني، مع ألف سلامة.